وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على شخصية مهمة، شخصية كان لها أثر كبير في علم الطب، وكان اسمها يتردد طويلا في أنحاء أوروبا على مدار قرون عديدة، ألا وهو أبو القاسم الزهراوي. وهو اسمه خلف ابن العباس، ولد سنة 922 يعني قبل 1000 سنة تقريبا، وتوفي قرابة سنة 500، فقد عاش 80 عاما أو نحوها رحمة الله تعالى عليه. كان في بداياته يعمل في مستشفى قرطبة، لأن الزهراء أبو القاسم الزهراوي نسبة لمدينة الزهراء، ومدينة الزهراء معروفة بنيت قريبة من قرطبة، فكان يعمل في مستشفى قرطبة. وهو الذي ابتدأ تأصيل لعلم الجراحة. كيف؟ كان الأطباء من قبله يأنفون أن يضعوا أيديهم في وسط الدماء والقيح والصديد أكرمكم الله، فكانوا يكيلون هذه المهمة إلى الحجامين والحلاقين. الحجام مشهور بمشرطه، كذلك الحلاق عنده موسه، فكانوا يكيلون مهمة التطبيب الجراحي، إزالة الأورام، عمل الفم والأسنان إلى آخره، يكلون إلى الحجامين والحلاقين. والحجام هو الذي يخرج الدم من جسد الإنسان كما هو معلوم. أما أبو القاسم الزهراوي رحمه الله تعالى فقد ابتدأ حقيقة هذا العمل الجراحي، فحتى برز فيه وعظم شأنه وغزر علمه فيه، حتى صار هو المرجع في هذا العلم، وحتى صار هو إليه مقاييد أمور هذا العلم، ليس فقط في الأندلس أيها الأخوة والأخوات، إنما في كل أرجاء أوروبا آنذاك. كما قلت لكم اسمه، كتبه، أفعاله، اكتشافاته ظلت تدرس قرونا طويلة في أوروبا، حتى اسمه يذكر بطرق مختلفة، أبو القاسم، أبو الكاسس، زهراوي إلى آخره، يعني أسماء مختلفة بطرائق مختلفة تذكر. كتبه ترجمت إلى العبرية، ترجمت إلى اللاتينية، ترجمت إلى عدة لغات لحاجتهم إليها حاجة ماسة، ما كان عندهم أي علم في هذا الباب، فأتاهم الزهراوي بشيء عجيب. أهم كتبه على الإطلاق في الحقيقة هو التصريف لمن عجز عن التأليف، التصريف لمن عجز عن التأليف في 30 مجلدا كبيرا، وأن ترون هذا الحجم الضخم لهذا الكتاب، وفيه أيضا 200 رسم، 200 شكل للآلات التي اخترع هو معظمها. هذه الآلات اخترع هو معظمها، 200 شكل من الأشكال رسمها. آلات إخراج الجنين من بطن أمه إذا تعسر خروجه وتعذر، علاج الفم والأسنان، استئصال اللوزتين، آلات عجيبة. كان هو المخترع لمعظم هذه الآلات رحمة الله تعالى عليه. أيضا جاء بأنواع من الطب لا عهد للناس بها، علاج الدوالي بنزع العروق، علاج الحصى، علاج الناسور، ذكر بعض أوضاع للمرأة الحامل حتى نسبت للأسف الشديد إلى غيره، غمطا لعلماء المسلمين وكبرا أن ينسبوا إلى تعلم وإلى تتلمذ لعلماء المسلمين. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة بيننا وبين هؤلاء القوم في الحقيقة، يعني سآتي على ذكرها الآن إن شاء الله. إذن أبو القاسم الزهراوي يعد عمليا أعظم طبيب في الأندلس، وليس فقط في علم الطب، عنده قضية الأعشاب، الأدوية المفردة والأدوية المركبة كما كانت تسمى، وعلم الأعشاب كان عنده علم واضح أيضا بهذه العلوم على نحو جليل وعظيم أبو القاسم الزهراوي رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور المهمة أن الرجل كون مدرسة بتلاميذها من حوله، لم يكتب فقط هو بنفسه، بل كون مدرسة كبيرة، وظلت هذه المدرسة على مدار القرون في الحقيقة مثل الشمس المضيئة في سماء أوروبا. أريد أن أتعلم نقطتين مهمتين في هذه الحلقة في الحقيقة. النقطة الأولى وهو غمط علماء أوروبا دائما وأبدا في أكثريتهم الغالبة الساحقة لجهود علماء المسلمين، فكانوا لا يتورعون
إذا حصلوا على طريقة معينة للعلاج، أمر طبي معين برز فيه المسلمون، لا يتورعون أن ينسبوه إلى أنفسهم، يسرقوه سرقة وينسبوه إلى أنفسهم، أو ينسبه خطأ من جاء بعدهم إلى عالم منهم، وكان الأولى أن ينسبه إلى المسلمين. هذه شائعة وكثيرة وكثيرة جدا عند الغربيين، حتى أن بعض الدراسات الحديثة اليوم تنبه لهذا الخطأ وتقول هذا ليس هو المكتشف أو العامل لهذا أو القائم بهذا الأمر، إنما هو المسلم العربي فلان وفلان وفلان. النقطة الأخطر والتي أريد أن أتحدث عنها بشيء من الاستفاضة هي قضية الحضارة التي نقلها المسلمون في الأندلس أو عن طريق الأندلس إلى أوروبا. يعني نعلم أن جورج ملك إنجلترا بعث يوما ابنته مع وفد ملكي كبير من إنجلترا لتتعلم العلوم في الأندلس. يعني إلى هذا الحد وصلوا، وكتب رسالة إلى الحاكم الأندلسي رسالة رائعة أن بلادكم بلاد النور وبلاد العلوم وبلاد الحضارة والفنون، وأرغب أن تدرس ابنتي عندكم وأن تحيطوها بالعناية والرعاية اللتين تكفل لها الرقي في باب العلوم إلى آخره. ثم وقع في نهاية الرسالة: خادمكم المطيع جورج، خادمكم المطيع جورج. انظر أين وصل المسلمون في العز والمكانة في أوروبا. ماذا صنع المسلمون في الحقيقة؟ المسلمون أخذوا العلوم التي وصل إليه العالم آنذاك في البلاد المفتوحة، في مصر من حضارة الفراعنة، في الشام من الفينيقيين، أيضا من الرومان الذين ورثوا الإغريق واليونان إلى آخره، والأشورية والكلدانية. هذه الحضارات كلها التي كان لها جهود إنصافا، وكان لها أعمال، وكان لها شيء من البروز. المسلمون أخذوا هذه الحضارات، ارتقوا بها، ترجموها أولا، استفادوا منها، اختبروها الاختبارات المعروفة وما يسمى بالعلم التجريبي عند المسلمين. والمسلمون هم الذين اخترعوا ما يعرف بالعلم التجريبي قبل أوروبا بأقل شيء 5 قرون، فهم أساتذة في العلم التجريبي. اختبروا هذه العلوم، جربوها، هذبوها، درسوها، سبروا الصالح منها فاستفادوا منه، والطالح الذي لم يثبت بالتجربة العلمية الحقيقية تركوه وأهملوه، ثم أضافوا عليه مقدارا عظيما من تجاربهم وأفكارهم وأعمالهم واكتشافاتهم واختراعاتهم. مزجوا الاثنين معا في مزيج رائع جدا وصدروه إلى العالم الغربي. هذه نقطة لابد أن تفهم. لماذا؟ لأن للأسف الشديد أكثر كتاب أوروبا عندما يتحدثون عن الحضارة العالمية صح التعبير يسقطون 1000 سنة من تاريخ المسلمين يوم كانوا أعظم الناس حضارة، في جرأة غريبة ووقاحة عجيبة. كيف تسقط 1000 سنة؟ ممكن تسقط يعني 20 سنة 30 سنة وتعد أيضا ظالما في إسقاطك إياها. تسقط 1000 سنة، حتى أن بعضهم لا يتورع عن كبيرة من الكبائر. ما هي؟ أنه لا يذكر للمسلمين أي عمل إطلاقا في الحضارة العالمية. يذكر الحضارة الهندية والمصرية الفرعونية واليونان والرومان، يذكر كل الحضارات، أما المسلمون لا يذكر لهم أي حضارة. وهذا عمل بغي وظلم كبير وكبير جدا للمسلمين وحضارة المسلمين للأسف الشديد يعني. فهذا عمل من أعمالهم يفعلونه ولا يتورعون عنه. للأسف بعض الكتاب المسلمين يتابعونهم في هذا، يقولون ماذا جاء المسلمون من حضارة؟ ما الذي جاءوا به من حضارة؟ وأتعجب من بعض الكتابات تدعي العلم والموضوعية وتدعي الفهم، ثم يأتون ويقولون ماذا صنعتم أيها المسلمون؟ هذا المسلمون يتكلمون بلساننا ومن بني جلدتنا، يتجاوزون المدة كلها ويقولون انظروا للغرب ماذا صنع، وصل إلى القمر وعمل كذا واكتشف مكتشفات ومخترعات. هذا حق، لكن معظم هذه المكتشفات نحن مهدنا الطريق له. يعني مثال أبو القاسم الزهراوي الذي نتكلم عنه اليوم، هذا رجل طبيب، العالم بالأدوية والأعشاب، العالم بالجراحة، العالم بكثير من الأمراض وطرائق علاجها. ألم يمهد هو الطريق لأوروبا والغرب عامة في نهضته الطبية اليوم؟ بلى، ما في ذلك شك. وإن كنا نقول غير ذلك فنحن في الحقيقة لا نفقه التاريخ ولا نعرف كيف تقاس الأمور وتوزن، وما يعرف بالتدرج التاريخي والتطور التاريخي للعلوم وللحضارات. يعني أبو القاسم الزهراوي في اكتشافه أو في تأسيسه لعلم الجراحة
ودخوله في أجزاء الجسد وتحديده أو اختراعه لأكثر الآلات التي تستخدم في الجراحة. نعم، انتقلت إلى أوروبا، هذه كلها انتقلت إلى أوروبا. وكان عمل الأوروبيين فقط في الحقيقة أيضا حتى نصف أنفسنا ونصفهم هو مواصلة هذا العمل والرقي به إلى أن بلغ في صورته الحالية. أما نحن المسلمين للأسف الشديد فكان عملنا هو التوقف عند أبي القاسم الزهراوي وعند ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية وعند ابن زهر وعند هؤلاء العلماء الكبار، توقفنا عندهم وبدأنا بالانحدار. أما أوروبا أخذت منهم وبدأت في الارتقاء، فكان الناتج حضارة أوروبية جليلة ينعم العالم كله بها اليوم إنصافا، وتأخر وتقهقر إسلامي مريع وعجيب. لكن إذا عرفنا أسبابه هو أننا توقفنا عند أعلامنا هؤلاء ولم نكمل الطريق لأسباب تاريخية كثيرة وما يمكن أن آتي بها الآن، يعني أسباب موضوعية لا يمكن أن آتي بها الآن. لكن يكفي أن تعلموا أن المسلمين هم المؤسسون الحقيقيون لهذه العلوم، وفي الطب، في الفلك، في علوم الأرض، في الأدوية، في الصيدلة، في الأعشاب، في جميع أنواع الحضارة آنذاك كان المسلمين النصيب الأعلى والحظ الوافر. لكن مشكلتنا كانت في عدم إكمال المسيرة. نعود إلى أبي القاسم الزهراوي نودعه على أمل أن يكون منا مثل أبي القاسم الزهراوي من جديد. اليوم جوائز الملك فيصل توزع كل سنة، من يفوز بجوائز الطب والعلوم والكيمياء والأحياء؟ جورج وجونسون وسميث. أين المسلمون؟ أين أحفاد الزهراوي وابن النفيس؟ للأسف شيء ضعفوا وذلوا ووصلوا إلى أحط الدركات في العلم. لكن الذي يسلينا اليوم أننا نعود من جديد وتلمسنا الطريق من جديد، طريق الحضارة والنهضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وأن يعيدنا إلى مجدنا من جديد، وأن يرفع قدرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.